السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم في مادة الحقوق العينية، وهو حق الامتياز. غادي نفهموا شنو هو والانواع ديالو والخصائص وكيفاش كيقدر يسال انقضاء حق الامتياز. كالعادة الشرح غادي يكون مبسط وبامثله باش يسهل عليكم الفهم والحفظ. فإلا كنتي كتوجد الامتحانات وغير باغي تفهم مزيان بلا ما تحفظ، فهاد الفيديو ديالك خليك معايا. حق الامتياز هو واحد الحق كيعطيه القانون لبعض الناس باش ياخذوا فلوسهم قبل من الاخرين. فمثلا الا كنتي مدين ومحتاج تبيع شي حاجه باش تخلص الديون، وعندك بزاف ديال الناس كيتسالوك، مثلا بحال الدوله كيتسالوك الضرائب، الخياط اللي صاوب لك الحوايج حتى هو، وحتى البنك اللي سلف لك الفلوس. دابا الا بعتي الدار ديالك باش تخلص هاد الديون، اول واحد غادي ياخذ فلوسه هو الدولة، حيث عندها حق الامتياز على الضرائب. والمميز في هذا الحق هو أنه ما كيحتاج لا تسجيل ولا إجراءات، لأن القانون هو اللي كيعطيها الأسبقية. ودابا ندوزو أنواع حق الامتياز. في المادة 144 من مدونة الحقوق العينية، القانون فرق بين جوج أنواع كبار: الامتياز اللي كيتعلق بالمنقول والامتياز اللي كيتعلق بالعقار. فالامتياز على المنقول كيعني الحوايج اللي كيتحركوا بحال الطوموبيل، سلعة، تلفازة. والامتياز على العقار كيعني الحوايج اللي ما كيتحركوش بحال دار، أرض، محل تجاري. ودابا نجيو لأهم الحالات اللي القانون عطاها فيه حق الامتياز. فأولا المصاريف القضائية، يعني فاش المحكمة كتبيع الملك ديال واحد بالمزاد العلني باش يخلص الديون ديالو. هاد العملية كاملة فيها مصاريف، يعني العدل، الخبير، والأتعاب المحكمة. فالقانون كيعطي لهاد المصاريف الأولوية، يعني أول حاجة كيتخلصوا منها من ثمن البيع، حيث هما اللي خلاو البيع يتم. ثانيا حقوق الخزينة العامة. هنا كنهضروا على الضرائب اللي كيسالها الإنسان للدولة، بحال الضريبة على العقار، على الدخل، ولا على الشركات. القانون كيعطي للدولة الامتياز، فيعني كتاخد فلوسها قبل من أي واحد آخر. الخلاصة المحكمة والدولة عندهم أولوية في حقهم، يعني كيتخلصوا قبل من أي واحد، وهنا كيبان حق الامتياز. غير كمثال، واحد السيد عنده بزاف ديال الديون، كيسال البنكة وكيسال الدولة الضرائب وما بقاش قادر يخلص. داروا عليه الحجز وباعوا الدار ديالو مثلا ب100,000 درهم. دابا شكون أول واحد غادي ياخد فلوسه؟ المحكمة صرفت مصاريف باش تبيع الدار، يعني خصها تاخدهم هي الأولى. من بعد الدولة تاخد الضرائب ديالها لأنها عندها حق الامتياز، وأخيرا البنك ياخد اللي بقى. يعني هاد الناس اللي عندهم حق الامتياز كيعطيهم القانون أولوية باش يتخلصوا قبل من أي واحد بلا ما يديروا إجراءات ولا تسجيل. خصائص حق الامتياز، فأولا حق عيني، يعني هاد الحق كيتعلق مباشرة بالمال، ماشي مجرد علاقة بين الناس. فمثلا الدولة عندها حق الامتياز على العقار ديال المدين، يعني كتقدر تستولي عليه باش تخلص منه الضرائب. وتاني حاجة يخول لصاحبه حق التتبع وحق الأولوية. فالتتبع حق الامتياز كيتبع المال ديال المدين. فمثلا إلى المدين باع الدار، الحق ديال الدولة على هاد الدار كيتبعها حتى لو شراها واحد آخر. الأولوية مثلا دار ديال المدين تباعت، الدولة كيخصها تاخد الضرائب ديالها قبل ما يفكر أي واحد آخر كيسال المدين. حق غير قابل للتجزئة، الامتياز كيبقى على العقار كامل ماشي غير على جزء منه. مثلا إلى المدين عنده حق الامتياز على الدار، ما يمكنش يمتلك حق الامتياز على جزء منها، راه كيبقى على الدار كلها. حق عيني تبعي، مثلا انتي سلفتي واحد السيد، عطيتيه واحد 10,000 درهم باش تضمني فلوسك، قلتي ليه انا غادي نكتب عليك هاد الدين وندير عليك حق الامتياز على واحد السلعة اللي عندك. يعني الا ما خلصكش
انت عندك حق تبعي ديك السلعة في ديك السلعة، وتاخدي فلوسك منها قبل من اي واحد اخر، ولكن الا جا وخلصك الدين تسد. يعني ما بقاش عندك علاش تبيعي السلعة، وحقك في الامتياز كيتلغى. حق مصدره القانون. القانون هو اللي كيعطي هذا الحق، ماشي بقرار من الناس. فمثلا الدولة عندها حق الامتياز على الضرائب ديالها بحكم القانون. كذلك حق مقرر لصفة الدين لا لشخص الدائن. الامتياز كيتعلق بالدين نفسه ماشي بالشخص اللي كيتسال. حق الامتياز على العقار ينتج آثاره حتى ولو لم يتم تقييده بالرسم العقاري. يعني حق الامتياز كيكون فعال حتى لو ما تسجلوش في الرسم العقاري. مثلا إلا كان عندك حق الامتياز على عقار ديال المدين حتى لو ما كتبتوش في الرسم العقاري مازال كيبقى صالح. انقضاء حق الامتياز. فأولا انقضاء حق الامتياز بصفة تبعية. الحق ديال الامتياز كيختفي إلا اختفى الدين اللي مرتبط به. يعني إلا وقع أي واحد من هاد الأسباب اللي هما إذا تسد الدين الممتاز، مثلا حمزة الفلوس اللي عليه خلصهم، وخلص الدين ديال أي واحد كيتسالو. إذا كان الدين الممتاز باطلا، مثلا إذا تبين أن الدين كان غير صحيح من الأول. وكذلك إذا تعرض الدين الممتاز للإبطال، مثلا إذا جاب حمزة سبب قانوني باش يبطل الدين ديالو. إذا تم الوفاء بالدين، يعني إذا سدد المدين الدين بشكل كامل. إذا تم المقاصة، يعني هي واحد الحالة كيكونوا جوج أشخاص كيتسالوا بعضياتهم وكل واحد مديون الآخر، فكيبقاو يخصموا الدين من بعضياتهم. مثلا أنا سلفت لصاحبتي 200 درهم وصاحبتي سلفاتني 100 درهم، يعني ما غاديش كل وحدة ترجع الفلوس الأخرى، غادي نديرو المقاصة. يعني غنشدو ديك 200 درهم ونقصو منها 100 درهم. هي خصها تعطيني غير 100 درهم، حيت انا كنت عطيتها ديجا 200 درهم، يعني هي غتعطيني غير 100 درهم، وهكا كنكونوا سددنا الدين بيناتنا بطريقه سهله. ثانيا انقضاء حق الامتياز بصفه اصليه. يعني في بعض الحالات حق الامتياز يمكن يختفي حتى لو ما تمش تسديد الدين، وهذه هي الاسباب الرئيسيه اللي كيختفي بسببها. فأولا تنازل الدائن عن حقه في الامتياز، فإذا قرر الشخص اللي عنده الامتياز أنه يتنازل عليه. ثاني حاجة هلك الشيء محل الامتياز. مثلا إذا كانت عندك دار كضمان ودارك تهدمت كيبطل حق الامتياز عليها. ثالثا استحقاق الشيء محل الامتياز. مثلا إذا كان عندك حق الامتياز على حاجة معينة وديك الحاجة ولات ملك شخص آخر بشكل قانوني. فآخر سبب اللي هو اتحاد الذمة. اتحاد الذمة هي فاش كيموت الشخص وعنده ديون، فإلا كان عنده ورثة فالورثة هما اللي غادي يتسالوا هاد الديون من بعده. يعني هما اللي غادي يتحملوا المسؤولية ديال تسديد الديون. أما إلا كان الشخص مات وما كانش عنده ورثة فهنا كيصير اتحاد الذمة، يعني الديون ديالو كتولي ديالك، وبصح ما يمكنش تسال راسك لأن المدين والدائن ولات نفس الشخص. يعني في هذه الحالة الديون كيتلغاو. كنتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع ديال اليوم، ولكن عندكم شي سؤال مرحبا. في الفيديو الجاي غادي نهضروا على الآثار الرهن الحيازي، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات الجاية، وإلى اللقاء.